هندية يا هندية، انت يا ولية. ايه يا راجل، في ايه؟ جرى ايه؟ داخل حامي كده ليه؟ ما تبرد شوية. ما تاخدنيش انت يا اختي بالصوت وقولي لي طبخنا ايه النهارده. عامله لك طبق كشري يا اخويا تاكل صوابعك ورا. هما الهنود عارف الكشري يا هندية؟ طبعا يا روحي، ده الهنود هما اصل الكشري. ازاي؟ هقولك يا عينيا، هات كرسي تعالى اقعد عشان الحكاية طويلة. بص يا سيدي، حكاية الكشري بتبدأ من سنة 1914 لما جت بريطانيا وقوات الكولومبوس لمصر. كان جايين معاهم هنود. المصريين اختلطوا بالهنود وشافوا انهم بيعملوا أكلة مكونة من الرز والعدس. بس الكشري عندنا مش رز وعدس بس. الصبر بس، انا هقولك. الصبر قفل الدكان يا هندية، قولي بسرعة ومتشوقنيش. ما انا هقولك، الكشري كانوا بيعملوا الهنود رز وعدس بس. اتنقلت الأكلة دي من حي لحي لغاية ما وصلت حي قاعدين فيه الإيطاليين. طبعا انت عارف ان إيطاليا بيتميزوا بأكل المكرونة، فحطوا المكرونة على الكشري. المصريين يسكتوا، لازم يعلموا على طبق الكشري. عملوا ايه بقى المصريين يا سيدي؟ حطوا الدقة والشطة والبصل الوردي بيتحط من فوق. ياه يا كشري، الكل علم عليك يا راجل.